قبل ما نبدأ أحداث هذا الفيديو ما تنساش تتفرج على بارت 1 من القاهرة، وعندك بارت 2 وأكيد يعني بارت 3. لايك وشير وسبسكرايب، مشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عبودي أحمد فلوجز. احنا وصلنا للمتحف وهنخش المتحف زي ما وعدناكم، ويلا بينا نخش على متحف الفراعنة. ده متحف الفراعنة يا جماعة، متحف الفرعوني في ميدان التحرير في القاهرة. ده المتحف، طبعا زوار كتير جدا أجانب موجودين، زائرين موجودين، وأكثرهم من اليابان ومن الصين. أنا بسيبكم تستمتعوا معايا. ده الأسدين دول بتوع قصر النيل، محطوطين على الكوبري بتوع قصر النيل. ومعاكم عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن هيشرح لكم. منورين يا جماعة في متحف التحرير. طبعا المتحف ده من أحلى المتاحف اللي موجودة في هنخش القاهرة. هنشوف جوه حاجات كده إن شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. delle due terze, colui appartiene alle due divinità, l'avvoltoio e il corpo. Poi il suo nome in geroglifico Nefertiti vuol dire divino di corpo. Di Djoser invece il termine di Djoser è stato scritto dai turisti greci اسمه الملك زوسر ده. dell'epoca tolomea. ده الملك زوسر. Andiamo avanti. احنا ان شاء الله هنروح المتحف الكبير وهنصور لكم هناك. معاكم الدكتور عبد الرحمن اهو. يا دكتور، تعبت يا دكتور مع المناظر الجميلة الحلوة دي؟ وكمان برضه متحف كبير. متحف كبير. ومن المتحف التاني تعمل فيه ايه بقى؟ المتحف التاني اللي هو الكبير ده متحف التحرير. المتحف الكبير قد ده قول 10 مرات كده. يعني كل اللي موجود هنا معظمه اتاخد هناك، وفي المخازن اكتر من كده 3-4 مرات. كمية سياح واجانب جماعة موجودين عندنا، تبارك الله تبارك الخلاق يعني. احنا شايفين يا جماعة ده عبارة عن لوحة كده من الجرانيت. طبعا هما كانوا بينقشوا عليها. طبعا مش عارف انا اصور لكم بالظبط عشان الضوء مش جايب عليها كده. ابتدينا نشوف شوية. ده لوح من الجرانيت اتشرخ منهم وهم بينقشوا عليه. طبعا المتحف بتاعنا متحف جميل يا جماعة، حاجة. دي التوابيت اللي انا قلت لكم عليها، بتحط فيها المومياوات. بصوا دي التوابيت من الداخل. بصوا التابوت من الداخل بيبقى مزخرف ازاي. ده التابوت الخشب اللي انا قلت لكم عليه. بصوا من الداخل مزخرف. شايفين يا جماعة؟ يعني بيبقى بنفس المنظر كده، يعني التابوت ومع الغطا. ده الغطا بتاعه اللي جوه ده الغطا اللي ساقط جوه ده. طبعا بيخش الفتحات الخشب دي اللي هي ايه،
بتحط مسامير خشب فيها لما تيجي تتقفل. الحديث كله قديم يا جماعة، الحديث كله قديم. رأس للملك وزركاف كان وزركاف أول ملوك الأسرة الخمسة، وقد شهد عهده بداية اكتساب عبادة رب الشمس اللي هو رب إله رع لم يسبق لها مثيل. اختار الملك أن يشيد نوعا جديدا من المعابد المكونة لعبادة الشمس في أبو سير التي تبعد بضعة كيلومترات عن شمال سقارة. وكان سلوكاف أول ملك يبادر بأنشطة البناء في أبو سير. يا ما شاء الله، هاتوا بقى كده شوف شكله. The head of use of King Yuthrkaf. Yuthrkaf was the first king of the fifth dynasty under whose reign the cult of the sun, God Ra, began to gain unrepented importance. He chose to build a new type of the temple dedicated to the cult of the sun at Abu Sir, a few kilometers of north of Saqqara. He was the first king to initiate building activity at Abu Sir. This statue had found in his son temple, and represent him wearing in the red crown of Lower Egypt. When it was discovered, it was the first attributed to the goddessness of this. ده بقى ملك سلوكاف. عليه وأنا أتكلم. تمثال كاتب والمدعو في معيد سنة. ده كان يا جماعة، ده اسمه كاتب اللي كان بيكتب، اللي هو موجود نهضة مصر. ده تمثال نهضة مصر اللي نتعرف عليه. يشرح لنا بقى الدكتور. Inscribed statue of the Nemistat of Prophet of the Ra and Hasr in the Sun Temple of King Neferkari, Prophet of the pyramids of the King Neferkari, Ranfre and Nusre. ده كاهن أهرامات الملوك نفركارا را ونفر سوسر را. تمثال كاتب المدعو اسمه ايه طبعا؟ الملك امنمحات الثالث اهو. ملك امنمحات الثالث في رضاء الكاهن. ده نحت خشب، ده منحوت على الخشب. ده يا جماعة نحت خشب.
chi ha fatto questo posto ده الإله حتحور. حتحور وبيقدم القرابين للإله أمون. وكانوا بيعبدوا البقر زي الهنود كده بالظبط لغايه دلوقتي. الإله حتحور. حتحور. والإله أمون جوه. كان الإله حتحور اللي هو موجود تحت، كان الرمز بتاعه رمز البقرة. رمز البقرة. يعني دي بداية الدولة الحديثة 1650 ل 1020 قبل الميلاد. الدولة الحديثة. شوفوا يا جماعة التصميمات بتاعت الحلي والتصميمات كلها قديمة، يعني من أيام الفراعنة. كلها تصميمات قديمة من أيام الفراعنة. بصوا يا جماعة، يعني كل الحاجات دي مش حديثة يا جماعة. يعني كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي مش حديثة. يعني انت متخيل ان ده حديث؟ لا، ده من أيام الفراعنة. متخيل معايا كل الاكسسوارات اللي شايفينها دي مش حديثة. دي من 8000 سنة قبل الميلاد، أخدوها وعملوها. من ضمنها بصوا الصبح، بصوا زي السبحة كده، شايفين يا جماعة؟ كلها حاجات حديثة مش حديثة، كلها حاجات من أيام الفراعنة كله. طبعا كل التصميمات اللي بياخدوها العالميين الآن بياخدوها من التصميمات القديمة دي زي ما انتوا شايفين كده. تصميمات كلها انا بجرلكوا عشان تشوفوا بس، كلها تصميمات قديمة. تخيلت معايا من 8000 سنة قبل الميلاد. متخيل معايا؟ هوريكوا طبعا حاجات تانية كتير هتشوفوها معانا ان شاء الله. متخيل يا جماعة؟ تخيل معايا اكسسوارات وحاجات كانوا بيتزينوا بيها ايام الفراعنه. دي توابيت كانوا بيكتشفوا فيها المومياءات. دي التوابيت الخشب بتاعت المومياءات. ده طبعا يعتبر غطا لمومياء لملك من الملوك يعني. بصوا يا جماعه، دي توابيت، يعني دي كان بتحط الموميا كانت بتتحط جوه هنا، ويتقفل عليها. تخيل ده خشب، ده يا جماعه ده خشب. بص منقوش عليه ازاي، شايفين؟ تخيل معايا المنظر. انا حبيت بس اقربه لكم. هذه التوابيت اللي بتحط فيها المومياءات.
ده يا جماعة ده تابوت خشب. بصوا بصوا، ده عبارة عن تابوت خشب. تخيل معايا، ده تابوت خشب. شوف شوف، تابوت خشب بقاله 8000 سنة. طبعا دي التوابيت اللي بتحط فيها الموميا، بتحط فيها الفرعون اللي بعد التحنيط. بيتحط هنا طبعا، بتلف باكيتين من جوه وبيتحط بنفس المنظر. كايرو. طبعا عايز اقول لكم يا جماعه ان معظم الحاجات دي اتنقلت للمتحف الكبير. يعني 90% من المتحف اللي موجود هنا امامكم اتنقل للمتحف الكبير. المتحف الكبير اللي افتتاحه هيكون قريب ان شاء الله في شهر كام يا دكتور؟ 11. شهر 11. طبعا معظمها اتنقل للمتحف الكبير. بيجي بقى طبعا شوف بقى، بيوريك بقى ايه الاساطير، وابتدت الاساطير الحربيه والمراكب وبدايه تمام يا دكتور. شفت أجدادك وأجداد أجدادك وأسلافك وأسلاف أسلافك. إيه رأيك في أجدادك يا دكتور؟ كانوا أقوياء. شفت بقى الدكتور اللي هو أول دكتور الأسنان؟ هسيرة. اسمه إيه؟ هسيرة. 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 كل دي أواني وأشياء اتخذت واتحدثت. طبعا كل الأشياء دي انتوا عارفينها طبعا. كل الحاجات دي انتوا فاكرينها وعارفينها. دي بقى من أيام الفراعنة. يعني الفراعنة هم اللي صنعوها، هم اللي اكتشفوها. وأول دكتور أسنان كان فرعوني. ودي أشياء طبعا ما نقدرش نقول عليها حديثة أبدا، ونقدر نقول عليها من أيام الفراعنة. طبعا في عندنا حاجات تانية في المتحف الكبير هنعمل لكم زيارة ليها إن شاء الله بإذن الله. نوعدكم بكده إن شاء الله، نعمل لكم بيها زيارة جميلة كده. صورني صورة هنا.
virtuale. Dos bloques de piedra caliza que fueron tallados para ser colocados uno al lado del otro. Dos de las mejores estatuas que están en el museo. Piedra caliza